كتير مننا بيعتقد إن لازم يكون في فلوس عشان نبدأ أي حاجة، أي مشروع أو مصدر دخل، بس الحقيقة إن أغلب الناس اللي بنشوفها ناجحة النهاردة بدأت من الصفر تماما. في الشرح ده هنشوف إزاي ممكن أي حد يبدأ بداية فعلية من لا شيء. وده السؤال اللي بيوقف ناس كتير قوي. طيب، لو الميزانية صفر حرفياً والخبرة كمان صفر، هل في أمل أصلاً؟ الإجابة هي وبقوة كمان، وده اللي هنركز عليه النهاردة. مهم جدا نعرف إن الوضع ده مش نهاية الطريق، لا بالعكس خالص، دي نقطة بداية شبه رسمية لأغلب رواد الأعمال والناس الناجحة اللي بنسمع عنهم. كلهم بدأوا من نفس المكان ده بالظبط. أول جزء معانا قوة الدولار الأول، وهنا بقى عايزين نشوف ليه أول هدف وأهم هدف مش هو المليون جنيه ولا حتى 1000 جنيه. الهدف الأول والأصعب واللي فعلا بيغير كل حاجة هو أول دولار نقدر نعمله. المقولة دي لازم تكون واضحة جدا في ذهن أي حد بيبدأ. بداية أي حاجة في الدنيا هي أصعب جزء فيها، فلازم نكون مستعدين نفسيا إن أول خطوة هتاخد مننا مجهود جبار، بس اللي جاي بعدها هيكون أسهل بكتير. طب ليه هو الأصعب؟ الموضوع بالظبط عامل زي ما نكون بنحاول نزق عربية عطلانة. أصعب حتة في الموضوع كله هي أول زقة، اللحظة اللي بنخلي فيها العربية تبدأ تتحرك من سكونها. أول ما بتتحرك خلاص كل حاجة بتبقى أسهل. والرحلة دي بتاخد وقت، والوقت ده بيختلف من شخص للتاني. شوفوا الأمثلة دي لناس كلنا نعرفهم. أحمد الغندور الدحيح قعد 1 و3 شهور، علي محمد علي 5 سنين، ووائل السلوكي 2 ل3. مفيش طريق واحد أو مدة زمنية واحدة للكل. الصبر هنا هو مفتاح كل حاجة. وهنا بتيجي نقطة التحول الحقيقية. أول دولار ده مش مجرد فلوس بتدخل الجيب، لا، دي اللحظة اللي بتثبت للعقل إن المنظومة دي شغالة، اللحظة اللي بتحول الإنترنت في دماغنا من مجرد مكان بنتسلى فيه لمكان كله فرص، أو زي ما واحد من المصادر قال، بيبقى عامل زي ملعب نقدر نلعب فيه ونجرب براحتنا. الجزء الثاني، صندوق أدواتك بدون رأس مال. طيب، بما إن فهمنا العقلية المطلوبة للبداية، جه الوقت ندخل في الجزء العملي. إيه الأدوات اللي في إيدينا وإحنا مش معانا أي فلوس؟ بصوا، اللي بيبدأ من الصفر تماماً بيكون قدامه طريقين أساسيين مفيش غيرهم، يا إما يقدم خدمة معينة يا إما يعمل محتوى. واللي بجد مهم في المقارنة دي هو الفرق في السرعة. تقديم خدمة هو أسرع طريق ممكن يوصلنا لأول دولار، كل اللي محتاجينه هو وقت نتعلم فيه مهارة ونلاقي عميل. على الناحية التانية، صناعة المحتوى ممكن تاخد 6 شهور أو أكتر عشان نبدأ نشوف منها أي دخل. طيب، إيه هي المهارات اللي ممكن نتعلمها بسهولة؟ المصادر بتركز على مجموعة مهارات مطلوبة جدا في السوق دلوقتي. حاجات زي مثلا تصميم الجرافيكس، الكتابة والترجمة، مونتاج الفيديوهات القصيرة زي الريلز والشورتس، إدارة صفحات السوشيال ميديا، وحتى التعليق الصوتي. وده بقى بيرد على حجة أنا معيش فلوس أخد كورس. المصادر كلها بتأكد إن يوتيوب هو أحسن مكان ممكن نتعلم فيه أي مهارة من دول مجانا وبجودة عالية كمان تخلي أي حد قادر يدخل سوق العمل. الجزء الثالث، خطة العمل. تمام قوي، كده غطينا العقلية والأدوات. دلوقتي ندخل على الجزء الأهم، الخطة العملية. خطة واضحة ومحددة من 5 خطوات عشان نوصل لأول دولار. يلا نمشي على الخطة دي واحدة واحدة. أول حاجة، نختار مهارة واحدة بس ونتعلم أساسياتها على يوتيوب. مش مطلوب نكون خبراء، المطلوب بس نبدأ. تاني خطوة، لازم نبني لنفسنا وجود احترافي على السوشيال ميديا. نعمل أكاونت ونشارك عليه رحلة تعلمنا والمشاريع اللي بنتدرب عليها. نيجي للخطوة الثالثة، ودي محتاجة جرأة شوية. نعرض خدمتنا دي على أصحابنا وقرايبنا بسعر خاص لمدة 14 يوم بس. رابع خطوة، أول مشروع بنعمله ممكن يكون ببلاش أو بسعر رمزي جدا. الهدف هنا مش الفلوس، الهدف هو يكون معانا نموذج شغل حقيقي نحطه في البورتفوليو. وأخيراً خامساً، أول 20 أو 50 دولار نكسبهم لازم نعيد استثمارهم في اشتراك على منصة عمل حر زي أبورك أو فايفر عشان نلاقي عملاء أكتر ونكبر. ولأي حد خايف أو مكسوف من الخطوة الثالثة بتاعت البيع للدائرة القريبة، المقولة دي بتلخص كل حاجة. العيب أبداً مش في إن شغلنا في الأول ممكن ما يكونش أحسن حاجة، العيب الحقيقي هو إننا نفضل قاعدين من غير ما نعمل أي حاجة خالص. كل الخطوات العملية اللي فاتت دي ممتازة، بس في مكون سري واحد بيربط كل ده ببعضه، وهو اللي بيفصل بين اللي بينجح فعلا واللي بيستسلم في النص. وهنا بقى الموضوع كله بيتلخص في كلمة واحدة، السر الحقيقي هو التناحة. بالظبط كده. الكلمة العامية المصرية دي معناها الإصرار العنيد اللي ما بيقفش. هي القدرة على إننا نكمل حتى لما بنترفض أو بنشك في نفسنا. هي دي اللي بتعدي أصعب مرحلة في البداية. وعلشان نتخيل شكل التناحة دي على أرض الواقع عامل إزاي، خلينا نبص على الرقم ده، أكتر من 850 يوم.
ده عدد الأيام اللي واحد من صناع المحتوى فضل يشتغل فيها من غير ما يدخله جنيه واحد قبل ما يبدأ أخيراً يكسب فلوس. ده معنى التناحر. وفي النهاية لو في فكرة واحدة بس ممكن نطلع بيها من كل ده فهي دي: مش مطلوب من أي حد يبدأ بداية خرافية، مش مهم تبدأ جامد، كل المهم إنك تبدأ.